الإمالة حال نطق الحركة يعني. لاحظت أن أغلب التصحيح الذي صححتموه أكثرهم هكذا يقرأها الكثير، أكثر رو كأنها إمالة إلى الضم، ولكنها ليست ضما حقيقيا، كأنه إشمام بين الضم وبين الكسر. نعم. والتصحيح أكثرهم هو أيوة. والتصحيح بينما هو أكثر مثلا. أيضا ما خلقناهما إلا بالحق. حين الوقف على القف يعني صححتموه. أيوة هي لأنه فيها تشديد وفيها قلقلة. كيف نقف عليها؟ بالحق. أيضا والأرض لأن الراء حرف مفخم والهمزة حرف مرقق، فالراء قوية مفخمة لأنه بتأثر على الهمزة. بنقول الأرض لا، والأرض مثلا. ألاحظ أيضا أن الكثير حينما يحاول أن ينطق كلمة الأرض بشكل صحيح يحرك الراء فيقول الأر. هقول أنا يعني بالبطء ونقف على الضاد أيضا. شوف الأرض لأن الضاد حرف استطالي. أكثر الناس ما بيساووا استطالي. مو أكثر الناس يعني في الأرض. فأتوا بآياتنا. الخطأ الذي يقعون فيه فأتوا المد المضموم ماذا يحدث؟ فأتوا ضماتوا كسراتي فتحة تا. كانوا بصغرنا يعلمونا هيك تا فتحة تا ضماتو تا كسراتي، هيك كانوا يعلمونا. فلذلك كنا نطلع نقول تو من دون ما نتلبك لأنه تبرنا عليها من الكتاب. نعم. فلذلك فأتوا قولوا اذهبوا، هكذا ينبغي. ارتباط المد عند الكثيرين بالغنة، يعني يقرأ فيقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني ما يطالع المد من الفم. لا يخرج المد من الفم وإنما يخرجه بين الفم والأنف. الرحمن الرحيم. هذا خطأ أم صواب؟ هذا خطأ. مالك يوم الدين نستعين. بين الحقيقة مالك يوم الدين يعني إذا قمت بسد الأنف لا تؤثر. لا تؤثر. هي أنا سكرت الطاقتين تبع أنفي. نعم. أو المغارتين إذا بدك. نعم. الدين لم تؤثر على النطق. أثرت عنه. شوفها الدين لم تؤثر. الغنة ما بتطلع إلا من الأنف. لم تؤثر. نعم. أيوة.